دول اكتر 4 اسباب بيخلوا الريتيرن اون اد سبند واقع جدا، وده اللي احنا لاحظناه في كيك ماي ادز على اكتر من 75 براند. واي براند الرواز بتاعه يكون واقع لازم يكون سبب من الاسباب دي. اول حاجه بتوقع الرواز هي ان السي بي ام يكون عالي، وده سببه ان المنافسه شديده جدا في السوق اللي انت فيه، وان ميتا مش شايفه اي فاليو في اللي انت بتقدمه. يا اما البرودكت بتاعك وحش وراح للكاستمر وما عجبهمش فميتا بتعاقبك انها تعلي لك السي بي ام، يا اما الناس بتسكيب الاد بتاعك ومش عاجبها. تاني حاجه ان الكونفرجن ريت يكون واقع، وده غالبا بيكون بسبب ان المنتج عندك بيكون مش حلو ومش عاجب الناس، او تسعيره مش حلو، او ان انت منتجاتك تكون كويسه بس كلها اوت اوف ستوك على الويب سايت. تالت حاجه الافريج اوردر فاليو، وده سببه انك ما بتكونش حاطط باندلز، ان سعر البرودكت نفسه ممكن يكون قليل، او ان انت مش حاطط اصلا فري شيبنج يشجع الناس انها تشتري بكميه اكبر. رابع سبب وده بيبقى شائع جدا، السي تي ار بيبقى قليل، انك بتطلع عدد كرييتيفز قليل. مفيش مشكله ان الكرييتيف اللي انت تطلعه السي تي ار بتاعه يكون قليل، بس المشكله انك ما بتطلعش كرييتيفز كتير وتست حاجات يكون السي تي ار بتاعها في الاخر كويس. دول اكتر 4 اسباب بشوفهم حاول تبعد عنهم.